أحب أقول لكل أب وكل أم قبل ما تمد إيدك على ابنك اسأل نفسك سؤال واحد مهم جدا: هو أنا بربي ابني ولا بكسره ولا بهينه؟ في أطفال كتير جدا بيعيشوا طول عمرهم في خوف، مش من الناس ولا من الحياة، من أبوهم وأمهم، من اللي المفروض يكونوا الأمان. الطفل اللي بيتربى على الضرب عمره ما هينسى حتى لو كبر. الضربة ممكن بتفوت بس وجعها بيعيش جواه. يا جماعة، الطفل اللي بيتربى على الضرب أول حاجة بيطلع عليها بيكبر بخوف. كل نقد بيخوفه وكل صوت عالي بيوجعه. بيتعامل مع الناس وهو متوتر، خايف يغلط. تاني حاجة بيتعلق بالناس بسرعة لأنه بيدور على حب ما بيلاقوهوش، وساعات بيتوجع أكتر لما الناس دي تستغله. تالت حاجة، الطفل ده بيطلع بيتكسف من نفسه، يعني بيخاف يقول رأيه، بيخاف يعترض، يتعلم يسكت وبس حتى لو بيتأذي. رابع حاجة، بيكتم الغضب جواه بس في لحظة ممكن ينفجر، مش لأنه شرير بس لأنه اتوجع كتير وسكت أكتر. خامس حاجة ودي مهمة جدا، بيشك في نفسه. بيطلع بيشك في نفسه، مش واثق في نفسه، بيفكر 1000 مرة قبل ما يعمل أي حاجة، وبيعيش طول عمره حاسس إنه مش كفاية. بس لسه في وقت، صدقني يا كل أب وكل أم، لسه في وقت. كل ده ممكن يتغير. الطفل اللي بتسمعه واللي بتشوفه بيتصرف غلط مش محتاج ضربة علشان يتعلم، محتاج حضن عشان يهدى، محتاج يسمعك بتفهمه مش بتخوفه. الرسالة الأخيرة اللي عايز أوصلها لكل أب وكل أم بيسمعوني دلوقتي إن التربية مش في القسوة، التربية في الوعي، مش في الصراخ والزعيق، في الصبر، مش في الإهانة لأبنائكم، في الرحمة بينك وبين ابنك. لأن الطفل اللي بيتربى في أمان، صدقني، بيطلع قوي وواثق في نفسه ومحترم وبيحبك بجد. لو الكلام ده لمس قلبك اعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل أب وكل أم محتاجين يسمعوه، واشترك في القناة وتابع الصفحة علشان نكمل سوا سلسلة اسمها تربية بوعي، سلسلة هدفها بتبني جيل قوي من غير وجع.